ها الطريقه اللي كاينه، ولكن قالوا لنا صافي فهمت بلا ما تزيد تكمل صافي. صافي اسمح لي خذ راحتك. ها الطريقه اللي كاينه، ولكن قالوا لنا صافي فهمت بلا ما تزيد تكمل. بلاتي شنو فهمتي؟ راك ما فاهم والو. غتسمع حتى التالي باش تعرف شي حوايج ما عارفهاش. شفتي الفرق؟ نفس الشخص ونفس الهضره، ولكن النتيجه ماشي بحال. سلام. عمرك لاحظتي الناس كيتعاملوا مع شي واحد بطريقه خايبه، بحال الا حاقرينه وما عاطينوش قيمه، كيقطعوه في الهضره، ما كيتسوقوش لهضرته، وكانه ما كاينش، ما كيهضرش، وما كيهتموش بالاراء ديالو، كيعتبروه زايد ناقص، كيشوفوه انسان ساهل. كنظن بلي كاين بزاف د الناس من هذا النوع مع الاسف، وكيحسوا براسهم حاصلين ما عارفين ما يديروا، والناس كيديروا بهم اللي بغاو. وبغيت نسولك انت اللي كتفرج فيا، وحتى انت اللي كتفرجي فيا، واش عمركم حسيتوا بالناس اللي دايرين بكم كيتعاملوا معكم بنفس هذا الشكل اللي هضرنا عليه؟ وإلا كان كيوقع لك بحال هكا، واش المشكل فيك او في الناس؟ والمشكل فيهم هما اللي ما كيحترمونيش وما كيتعاملوش معايا مزيان، كيف ما انا كنحاول نتعامل معاهم وكندير لهم الخطر وما والو. اذا انت كيبان لك بحال هكا، ولكن اسمح لي نقول لك ان المشكل فيك انت اللي دسرتيهم عليك وعطيتيهم لا بيرميسيون يديروا معاك اللي بغاو. هذا الفيديو نقدروا نعتبروه هو الجزء الثاني ديال الفيديو درتو هذه مده وكان عجبكم، ولقيت الاستحسان ديالكم في التعليقات ولي ميساج، وطلبتوا مني افكار ونصائح وشينويطات ولعيبات باش نزيدوا نخدموا على قوه الشخصيه ونزيدوا ثقتنا في راسنا. هذا علاش اليوم غنهضروا على 4 الاخطاء ممكن تكون انت كديرهم بلا ما تحس، كيف ما كيديروهم بزاف د الناس، وهما السبب اللي كيخليو شي وحدين كيدصروا وكيعيقوا وكيفوتوا الحد. وشويه بشويه كنبداو نخسروا واحد الحاجه اللي كنتشهاها وكنتمناها لكل واحد، وكنتمنى ان حتى واحد ما يتحرم منها، الهيبه والحضور والكاريزما يا صديقي. هذا علاش جلس مرتاح، زيد الصوت وركز معايا مزيان، تفاعل مع الفيديو وبارطاجيه من دابا باش ما تنساش. التفاعل ديالك شحال ما كان بسيط ما تحقروش، حيت هو اللي غيخلي هذا الفيديو يوصل لناس واحد اخرين. شكرا. معاك ابراهيم المغربي مول كوتشينغ، نقولوا بسم الله. ما كاينلاش نضيعوا الوقت ونبداو مباشره باول خطا كيديروه شي ناس وتقدر تكون حتى انت منهم، وهو الظرافه اكثر من القياس. غتكون ظريف اذا غتكون محبوب والناس كيبغيوك، ولكن واش هذه القاعده دائما كتصدق؟ لا، الظرافه عندها حدود، الا تعديناها كنوليو حيط قصير. شنو هما هاد الحدود؟ مثلا كتولي تطلب الاذن اكثر من القياس. واش ممكن نطفي الضوء؟ الا بغيتي تعطيني داك الكرسي اللي حداك، الا ما كانش فيها شي مشكل. ما عندكش مشكل نمشي دابا بحالي الا بغيتي. ما غيكونش عندك مشكل الا خديت هذا الكتاب، انا عارفه ماشي ديالك ولكن غير بغيت نسولك ونطلب منك الاذن. هادو امثله بسيطه وكنظن فهمتي الفكره. وكاين اللي عايش بحال هكا، حياته اليوميه كدوز بهذه الطريقه. كيبان لنا هادشي عادي اخي ابراهيم، مزيان بنادم يكون مؤدب وكيتعامل زوين وكيطلب الاذن وكيتشاور مع الناس عادي. لا ماشي لهاد الدرجه يا صديقي. وشنو ندير؟ مثلا في بلاصه ما تقول واش ممكن تسمح لي نطفي الضوء، قول ببساطه انا غنطفي الضوء، ماشي مشكل الا مشيت بحالي دابا حيت تعطلت وصافي ساليت ما بقى ما يدار. قول انا غنمشي بحالي دابا وصافي. فاش كتهضر بشكل مباشر بلا ما تبقى تطلب الاذن اكثر من القياس، كتبين انك عارف راسك شنو باغي، عندك قرار واضح، وكتخلي الطرف الاخر يعرف انك واخد القرار ديالك، وغير كتعلمو بداكشي اللي غدير، ماشي كتشاور معاه او كتطلب الاذن في شي حاجه اللي حقك او شي حاجه اللي ما عنده بها حتى علاقه وكتبقى تزيد فيه. واش ممكن؟ لا، اقول انا غندير نقطه. بهذه الطريقه كتولي راس براس مع الناس، ماشي كتعطيهم الافضليه عليك وكتخليهم هما اللي كيتحكموا هما اللي كيسيروا الامور. وشي مرات كيكونوا هاد الناس في نفس النيفو ديالك، شي واحد كيقرا معاك، شي واحد خدام معاك في نفس الكراد، كتردو بحال اللي هو السوبيريور ديالك، كتعطيه شي حاجه وشي سلطه عليك اللي ما خاصهاش تكون عنده. بهذه الطريقه الناس كيوليو يشوفوا فيك انسان ساهل. شنو كيعني هادشي؟ وصافي ما بقاوش ظريفين نزولوا الظرافه في مره؟ لا ماشي لهاد الدرجه، نكون ظريف وزوين وكيوت وكنتعامل مع الناس وندير لهم شويه الخاطر، ولكن بالعدل والتوازن. دائما ناخذ القرارات اللي مسلكيني ومرتاح فيهم، ما نضحيش براحتي وبالامان ديالي وباي حاجه عجباني على حساب الناس، سورتو الا كانوا هاد الناس كيف ما قلنا نفس النيفو ديالي، نفس الكراد، او شي مرات كيكونوا اقل مني ولكن كنعطيهم شي سلطه معنويه اللي صافي كيوليو هما كيتحكموا فيا، وخاص نطلب منهم الاذن وخاص نتشاور معاهم ودائما نرجع لهم كانني خدام عندهم ولا شي وسيله كيلعبوا بها كما بغاو. اذا كون واضح مع راسك، عارف مزيان شنو باغي، وبين هادشي للناس، بينوا على شكل قرارات وجمل قصيره وواضحه. بهذه الطريقه
غتولي انسان موقر، غيوقروك ويديروا بحسابك. تقدر تميك في شي حوايج بسيطه، ولكن اون فوا تحس براسك مضرور، بنادم بدا كيفوت الحد وكيمارس عليك الانانيه والسلطه بشي طريقه مبالغ فيها، وقفوا عند حدو. راحتك والسلامه ديالك ومستقبلك هادو ثلاثه الحوايج انديسكوتابل، انت اللي مسؤول عليهم بوحدك، وحتى واحد ما عنده الحق يتدخل او يقرر فيهم. وما تخلي حتى واحد يتدخل فيك ويتحكم فيك اكثر من القياس. وكل شيء على الطريقه كيفاش كتهضر. هضرتك تكون واضحه ديريكت بصوت واضح، ما فيهاش الخوف او الرجفه او التوتر او الشك. وما تكثرش الهضره بزايد، وما تبقاش تعطي المبررات غير على والو. وصل الميساج باقل عدد الكلمات، وخلي الناس يفهموا ويحترموك، لان الاحترام ما كيتطلبش. ممكن تحترمني الله يحفظك الاحترام انت اللي كتفرضه على الناس، وما غتفرضوش بشي طريقه فيها الوقاحه او التعامل خايب. بالعكس انت غتبقى زوين وظريف، ولكن غتزيد شي شويه ديال الوضوح واحترام الذات. عارف راسك مزيان شنو باغي وغتوصل هادشي للناس. كاين عاوتاني واحد النوع د الناس اللي مبليين بالشرح والتفسير اكثر من القياس، وهذه شي حاجه مزيانه ولا لا؟ وهذه حاجه مزيانه الا كانت كتبين الراس عامر وكيخدم اللوجيك وكتبين الافكار والمعلومات وداكشي كامل اللي عندك. ولكن انا قصدت واحد النوع ديال الناس اللي خاصهم يشرحوا اي حاجه باغيين يديروها. مثلا اخي ابراهيم، اغي سمحوا لي كاع ما نقدر نخرج معاكم، حيت الا خرجت عندي بزاف ديال الشغالات ما نقضي، وانا خايف يضيع علي الوقت ونصدق ما دايرش داك الشغالات، وبصح عندي بزاف ما يدار. بغيت نخرج معاكم ولكن غير سمحوا لي ما قدرش، ما عرفت كيفاش ندير. غير بشويه عليك، عادي يا صاحبي، فين كاين المشكل؟ حتى حنا بغيناك تخرج معانا ونشطوا مجموعين وندوزو وقيته زوينه، ولكن شغالاتك اولى. سير قضي شغالك، ما كاين لاش تشرح بحال هكا. شغالاتك اولى واهم، والخروج معانا يقدر يتسنى. عادي يا صاحبي. فهمتي الفكره؟ كاين اللي كيبغي يشرح اي حاجه كيديرها واي قرار خداه، والا كنتي من هذا النوع وكتشرح بزاف او كتشرح شويه، من الافضل تنقص بلاش، حيت القرارات ديالك كتهمك بوحدك، انت اللي مسؤول عليها، وانت بوحدك اللي خاصك تكون فاهمها ومقتنع بها. دير اللي بغيتي، اللي سلكك، وما تحتاجش تبقى تشرح وتوضح اي حاجه لاي واحد. ما تصغرش راسك قدام الناس، واخا يكونوا اقرب الناس ليك، ما كاينلاش. اللي مهم واساسي هو انك تكون انت مقتنع بداكشي اللي كدير. الناس فهموك ما فهموكش زايد ناقص، وما غتحتاجش تبقى تشرح ليهم وتعطي المبررات بلاش. وإلا ما شرحتيش في مره احسن. فاش كتاخذ واحد القرار وكتبدا تطبقه بلا ما تشرح لتا واحد شنو كدير، هادشي كيعني انك عندك الاستقلاليه وقادر تتحكم في حياتك كيف ما بغيتي. كثرتي الهضره والتبريرات وبغيتي كتشرح لكل واحد شنو كدير، هادشي كيعطي للناس السلطه عليك، يتدخلوا فيك ويتحكموا ويتلاعبوا بك كيف ما بغاو، وغيسيروك ويفرضوا عليك شي حوايج اللي كتخالف افكارك والطريقه ديالك. ولكن حيت انت كتعطيهم الفرصه يتدخلوا، دونك غادي يديروا فيك ما بغاو وغيلزموك بداكشي اللي كيقولوا لك دير. دونك غيحرموك من الاستقلاليه ديالك وما يخليوكش تبدع وتعيش ودير داكشي اللي بغيتي بطريقتك الخاصه. زيد على هذا الشيء، فاش كتبدا تهضر بزاف وكتعطي المبررات، كتدخل معاك الناس في الامور الشخصيه والخاصه ديالك، وغتبدا تجبد شي حوايج اللي ما خاصكش تهضر عليها وما خاصش الناس يعرفوها. كتولي بحال المتهم جالس بين يدين البوليس وهما كيسولوك وكيديروا التحقيق، وكتحط راسك في وضعيه خايبه ديال الضغط والشك والخوف والتردد. علاش توصل راسك لهذه الحاله؟ نقص الهضره وكثر من التطبيق، ودير اللي مسلكك، ودير في بالك انك في اللحظه اللي كتبدا تشرح وتفسر وتعطي المبررات لشي واحد على شي حاجه اللي من حقك ديرها، ولكن انت كتشرح بزاف، كتقول لهذاك الانسان بطريقه غير مباشره انا ما تايقش في راسي. وتخيل معايا انك كدير بحال هكا مع بزاف د الناس عندك في حياتك، الناس اللي قراب منك والناس اللي بعاد والناس اللي خاصك دير معاهم الحدود وما كديرهاش. كيولي كلشي كيتدخل فيك وكيعرف عليك كلشي، وكتولي انت صغير قدام الناس. اكثر من هكا، تخيل انك تصغر راسك قدام انسان عنده عقد نفسيه او قدام انسان اللي عنده نرجسيه، غيستغل داكشي كامل اللي كتقول له ضدك بابشع طريقه ممكنه. هذا علاش عرف راسك معامن، وما تصغرش راسك، ما تحطش راسك في موقف الضعف بين يدين الناس. كبر براسك، احترم راسك، سكت شويه وتعلم تهضر غير في الوقت اللي خاصك تهضر فقط، وما تقولش بزاف د الامور. كنعرف شي ناس كيبقاو ساكتين وكيحشموا يسكتوا اي واحد كيهضر عليهم بطريقه خايبه او كيضحك عليهم او كيستهزئ بهم، كيحشموا اكثر من القياس، ومع الوقت كيوقعوا لهم جوج حوايج خايبين. اول حاجه، اللاوعي كيتشارجا بهذا النوع ديال الهضره والاحتقار والانتقاص، وكيبدا يتشارجا بالضغط والالم والستريس، حيت هذاك الاحساس الخايب اللي كيحس به الانسان وهو ساكت ما كيخرجش، كيبقى لداخل وكيتزادوا عليه حوايج واحده اخرى وكيكبر مع الوقت. من ناحيه اخرى، هذاك الانسان اللي كيحشم وكيسكت والناس كيضحكوا عليه كيزيدوا يعيقوا عليه اكثر،
كيدسروا اكثر من القياس. والا كنتي بحال هكا كتولي مشهور ما بين الناس انك كتحشم وكتسكت وما كتقدرش ترد على الطنز والبساله والتعياق والتنمر. كتقول ماشي مشكل خليهم على راحتهم، او حتى لما قلتيش بحال هكا ما كتقدرش ترد وكأن فمك مسدود مخيط. حتى كيدوز الوقت وكيجي واحد النهار كتقهر وما كتبقاش قادر تسكت وكتولي كتقول مع راسك علاش الناس كيتعاملوا معايا بحال هكا، علاش انا ساهل بالنسبه لهم، علاش كيحتقروني، علاش انا بالنسبه لهم وسيله ديال التنمر والضحك والبساله. واكثر من هكا كيفاش غادي ندير باش نوقفهم عند حدهم؟ السبب يا صديقي الجميل اللي كيوصلك لهذا الحال هو انك من النهار الاول ما درتيش حدود واضحه مع الناس. وهذه وحده من اهم الحوايج اللي مع الاسف ما تعلمناهاش مع والدينا وحتى الاساتذه في المدرسه او الناس المربيين ما علموناش هادشي مع الاسف. ولكن الا ما تعلمناش هادشي وحنا صغار نتعلموه دابا ما حدنا كبار، مازال ما فاتش الحال. نديروا الراتراباج باش تعرف الحدود اللي خاصك ديرها مع الناس. خاصك تعرف راسك مزيان، وهاد القضيه هضرت عليها بزاف د المرات وركزت عليها في الفيديو اللي فات. فاش تعرف راسك ودير دراسه تحليليه لشخصيتك غتعرف نقاط القوه اللي عندك ونقاط الضعف، دونك غتقدر تعطي للناس المساحه اللي ممكن يهضروا فيها والخطوط الحمراء اللي ما خاصش يفوتوها. جالس مع العائله مع صحابك مع الناس ديال الخدمه او القرايه كتهضروا كتناقشوا كتضحكوا ما كاينش مشكل. شويه قالوا عليك شي حاجه ما عجباتكش ما تخليهاش تفوت. الا كانت شي حاجه بسيطه عاديه وبغيتي تميك من حقك وغدير بابتسامه خفيفه وغتشوف فيهم كاملين وانت كتبتسم، بمعنى انت عطيتيهم لا بيرميسيون يهضروا ويتناقشوا في داك المساله، انت راك متحكم في الامور. اما الا كانت شي حاجه كبيره كتنقص منك شي تنمر شي بساله ما عجباتكش ولو غير شويه ما تسكتش وما تدوزهاش وما تقولش ماشي مشكل. وقف اللي هضر عند حدو وهضر بطريقه صارمه وخليه يفهم انه تجاوز الحد. شي حاجه ما خاصوش يوصل ليها ما خاصوش يتدخل فيها او يناقشها وجبدها ودخل فيها، ما خصوش يعاود يدير بحال هكا. جمع الضحكه وخرج عينيك وزيد في الصوت وهضر قاصح. قول له هاد الهضره ما كتقالش وما كنقبلهاش وسمع هاد الشيء للناس الاخرين. قول له هاد الهضره ما كتقالش وما كنقبلهاش ونتمنى ما نعاودش نسمعها مره اخرى. الصراحه تخيلت هادشي واجاني صعيب. اذا الحل بالنسبه لك هو تسكت وتكمش وتخليهم يتصروا عليك ويديروا اللي بغاو ويتنمروا ياك. الا تحديتي الخوف والحشمه ديالك وهضرتي غتهضر على قبل راسك وعلى قبل قيمتك اللي خاصك تحافظ عليها وما تخلي حتى واحد يتصر او يفوت الحد، وغتوضح لبنادم الحدود اللي ما خاصوش يفوتها. كنضحكوا ولكن كاين واحد الحد الا فتناه كيولي هذاك الضحك بساله وكيولي هذاك الضحك تنمر وشي حاجه اللي ما خاصكش تقبلها وما تخلي حتى واحد يدير بحال هكا. قراونا وعلمونا من الصغر ان الصمت حكمه، ولكن ما قالولناش ان الصمت حكمه في بعض المواقف فقط وما خاصوش يكون دائما. الا وصلنا للضرر والاذى والتنمر والبساله والضحك الخايب كيسالي السكات، ما خاصش يكون الصمت، خاص نهضروا. ومع الوقت فاش كتوقف كل واحد عند حده وكتعلم الناس كيفاش يتعاملوا معاك وكتراسي لهم الحدود اللي خاصهم يحترموها غيوليو يعرفوك مزيان وغيعطيوك التقار وغيحترموك وما غيدسروش عليك او يتنمروا عليك. وغتلقى انه مع الوقت كاين شي ناس اللي ما غيتقبلوش هادشي وغيبغيو يقلبوا عليك ويمشيو بحالهم. هما اللي خاسرين ماشي انت اللي ما احترمكش وما وقركش وما عطاكش قيمتك وعطاه غير البساله والتنمر. من الافضل يمشي بحاله ويبدل ساعه اخرى وما عندك ما دير بواحد داير بحال هكا يمشي بحاله احسن. واحد القضيه باش نكونوا متفقين، فاش تبغي توقف شي واحد فات الحد وبدا كيبسل عليك وعيق ما تحتاجش تعصب وتسب وتنوض ضارب وما كاينلاش بلا ما توصل لهاد الدرجه. غير لو فات انك تسمع شي هضره عليك ماشي هي هذيك وتبدل الجلسه وتخرج العين الحمراء وتبين انك ما عجبكش الحال وتهضر قاصح شويه وتبين للناس انك ما مرتاحش، بهاد الطريقه غتربح جوج حوايج. ما غتخسرش علاقتك مع الناس وفي نفس الوقت غتوريهم الحدود اللي ما خاصهمش يفوتوها. ولكن كيف ما قلت كاين شي ناس اللي داصرين وكيعيقوا والا ما بغاوش يفرانيو وما تعلموش وما بغاوش يحشموا، في هاد الحاله ممكن تبعد وتسمح فيهم، غادي يكون احسن ليك وليهم. اجي نسولك كيفاش كيشوفوك الناس، كيفاش كيهضروا عليك سواء فاش كتكون قدامهم او في غيبتك. الا كانوا كيهضروا عليك مزيان وكيمدحوك ويشكروك بشي حوايج فعلا كاينين فيك تبارك الله الله يسخر، ولكن الا كانوا كيهضروا عليك بطريقه ناقصه شويه كينقصوا منك او كيحتقروك، نورمالمون هادشي راه ما جابوهش من راسهم. ما كاينش الناس كيتفقوا كيقولوا اجي نتعاملوا خايب مع فلان، اجي نضحكوا عليه ونتنمروا عليه. هادشي يا صديقي الجميل تعلموه منك، شافوك انت كيفاش كتهضر على راسك وتعلموا منك وبداو كيهضروا عليك ومعاك بنفس الطريقه. هذا علاش عرف قيمتك وتعلم تهضر زوين على راسك. الهضره تقدر تكون بالكلمات ولكن احسن حاجه تقولها
تقولها بالافعال ديالك، بالنون فيربال، بالسلوكات، بلغه الجسد، الكاريزما وداك الشيء الزوين اللي كيبان منك والهيبه ديالك غتخلي الناس يحترموك بالسيف عليهم وغيديروا بحسابك. دونك الا كنتي جالس مع الناس او جالس غير مع شي واحد وكتهضر على راسك، جابتها الهضره في شي حاجه وكتناقشوا وبديتي كتقول شي حوايج على راسك ماشي هما هذوك، انا ماشي شي حاجه، انا زايد ناقص، تقدروا ديروا داكشي اللي بغيتو بلا بيا، انا واخا ما نكونش ماشي مشكل. دائما كتبعد، دائما عازل راسك، دائما ما كتبينش القدرات وداكشي اللي كتعرف دير، كتخاف، كتحشم، عندك التردد والشك في راسك، وهذا الشيء كيبان عليك في الجسد وحتى في الهضره ديالك. ما كتبينش الثقه في النفس وانت كتهضر بصوت ضعيف خافت، كتسمعوا غير بوحدك، وإلا جهدتي شويه كتبدا ترجف وكيبان عليك انك ماشي هو هذاك، وانت الداخل ديالك كتقول انا ما قادرش، انا ضعيف، انا مكلخ، انا ما صالح لوالو. هاد النوع د الهضره اللي كتجينا غير بوحدنا مع راسنا راه ما جاتش من الفراغ، نورمالمون تربينا عليها منين كنا صغار، والدينا مع الاسف او الاساتذه ما خلاوناش بالسبان والمعيور والاحتقار، وفاش كنكونوا صغار والدماغ كيبدا يستقبل هاد النوع د الهضره كيتبروغراما عليها، وكنكبروا من صغرنا وحنا مقتنعين باللي حنا ضعاف وفاشلين وما صالحين لوالو، غير عايشين غير زايدين في هاد الدنيا. وكل ما كبرنا كتكبر معنا هاد الهضره وكنوليو فعلا كنعيشوا بها وكنخليو الناس في لونطوغاج ديالنا يقتنعوا بها وكيتعاملوا معنا بحال هكاك. واش فعلا كاين شي واحد مكلخ وما كيعرف والو ما صالح لوالو؟ ما يمكنش، هادشي ماشي صحيح نهائيا، لان سيدي ربي سبحانه وتعالى خلقك وكرمك وعطاك شي حوايج رائعه، ملكات ومواهب وذكاءات وخير كبير، وغالبا انت ما عارف عليه والو. قلب على هذا الخير، احفر الداخل ديالك وعرف المميزات والخصائص والكنوز اللي مدفونه فيك، جبد داك الخير، خدم عليه وطوره، وعرف راسك مزيان شنو كتسوى. اين فوا تبدا تعرف راسك شويه بشويه، الشوفه ديالك لراسك غتبدل، وحتى تشوف هاد الناس، حيت غتفرض عليهم يشوفوا الصوره الحقيقيه ديالك، الصوره اللي ما كانتش باينه شحال هادي، ولكن فاش خدمتي على راسك واكتشفتي شي امور كاينه لداخل ديالك كنتي هاملها وما عطيهاش قيمه، غتعرف مزيان راسك شنو كتسوى، وغتفرض على الناس يشوفوا داك الخير. بهاد الطريقه الناس غيوليو يهضروا عليك زوين وغيمدحوك ويذكروا المحاسن وداك الشيء الزوين اللي فيك. اذا اكتشف راسك، عرف قيمتك الحقيقيه باش تحترم راسك، لان احترامك لراسك هو اساس احترام الناس ليك. انا هادشي اللي عندي، وباش نعطيك العصير ديال الفيديو تفكر دائما ان الناس ما يقرروش يحترموك ويعطيوك قيمه كبيره غير هكاك. الناس كيقراو الطريقه كيفاش كتشوف راسك، كيفاش كتبريزونتي راسك قدامهم، كيفاش كتعامل معاهم وكتبين شخصيتك في وسط هاد التعامل. كيشوفوك واش داير الحدود في علاقتك معاهم ولا مخليهم يديروا اللي بغاو. الا كنتي كتقبل على راسك التبهديل والاحتقار غيبهدلوك ويحتقروك وغيعاملوك بالطريقه اللي انت كتعامل بها راسك، والا كنتي كتنازل بزاف ما غيكونش عندهم مشكل انهم يطحنوك. ولكن الا جمعتي راسك وعرفتي قيمتك وعرفتي الحدود ديالك وبديتي كتكتشف قيمتك الحقيقيه، المعامله ديالهم معاك غتبدل وغتكون بالطريقه والشروط اللي بغيتي. شويه بشويه خذ وقتك، بني شخصيتك، اكتشف راسك، وحاول توصل لنسخه وشخصيه احسن بكثير من النسخه اللي كاينه دابا. مع الوقت غتبني الهيبه والكاريزما ديالك، وهادشي غادي يبان في علاقتك مع الناس، وغتلقى بلي الناس ولاو كيشوفوك بنظره في شكال، الحضور ديالك كيهضر عليك بلا ما تقول حتى حاجه. حتى لهنا انا ساليت، ولكن واش سال الفيديو؟ لا، مازال ناقصين التعليقات والاراء والافكار ديالكم باش نتفاعلوا مع بعضياتنا، نشوفوا شنو بالكم في هادشي كامل اللي هضرنا عليه. عندك شي سؤال مرحبا، بغيتي تزيد شي حاجه ما هضرتش عليها تفضل خذ راحتك، لان الفيديو ما كتكملش حلاوته الا بالتعليقات اللي مكتوبه تحت منه. الفيديو هو بين يديك، خليه يوصل لاكبر عدد ديال الناس، ودير في بالك ان اي تفاعل منك غادي يعاونني باش نكمل وباش نعطي اكثر، وغادي يخلي هذا المحتوى يوصل لاكبر عدد ديال الناس. الله ينفعنا وينفع بنا يا رب. شكرا، تحياتي، ونهاركم مبروك. علاقتك مع الناس انت اللي كتحدد كيفاش غتكون. الا كانوا ما كيحترموكش، داصرين وكيعيقوا عليك، انت اللي عاطيهم الفرصه يديروا بحال هكا. وقفهم عند حدهم، عرفهم راسك شنو كتسوى، وفرض على الناس يحترموك ويعطيوك القيمه التي تستحق. ابراهيم المغربي.